هل علينا هلال رمضان وتغير الجو وتبدلت الأجواء كأن نسمة خفيفة مرت في الأفق تخبر القلوب أن لحظة الصفاء قد حانت. الشوارع بدأت تلبس روحانية خاصة والمساجد تنتظر زوارها بشوق، وبيوتنا تستعد لاستقبال شهر ليس ككل الشهور، حيث تتلاقى الأرواح وتلين القلوب ويبعث فينا إحساس جديد بالأمل والتوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست شيماز فويس. قبل ما نبدأ الحلقة ديالي في هذا الشهر المبارك ومع بدايته، بغيت نقول لكم أننا كنستقبلوا هذا الشهر، ولكن كاين معنا ناس كانوا حاضرين معنا السنين الماضية والآن هما غايبين. ناس كيشاركونا أجواء رمضان، كانوا كيضحكوا معنا في المائدة، كانوا كيمشيوا معنا للمسجد، كنا كنمشيو نشوفوهم، ولكن دابا غير الذكرى اللي بقات. كتنقصنا أصواتهم ولكن أرواحهم حاضرة بقوة في قلوبنا. ومن هذا المنبر كنقول لكم جلسوا مع والديكم ومع خالاتكم وجداتكم وأخوتكم، لأنه ما كنعرفوش واش رمضان الجاي غادي نكونوا مجموعين أو لا. من هذا الفيديو بغيت نقول لكم دعوا بالرحمة والمغفرة لكاع الناس اللي كنبغيوهم ومع الأسف ما بقاوش معانا. دعوا لهم بالرحمة والمغفرة، ويا رب تجمعنا معهم في الجنة بإذن الله. إذا نقولوا لي واش بدات عندكم التحضيرات؟ كي دايره عندكم الأجواء؟ ريحة رمضان بدات كتحس في كل الديور، في كاع لي مارشي، في كاع الكوزينات. الناس كيوجدوا الشباكيه، الناس كيوجدوا السفوف، الناس كيوجدوا السلو، وحتى القلوب ديالنا هاد الايام الاخيره سبحان الله بدينا كنحسوا براسنا كنوجدوا لواحد الرحله جديده، واحد الشهر جديد، وكيعطيك ربي واحد الاحساس خاص. كتحس بواحد النوع انك كترقب واحد الفرحه جايه، واحد الامل انك غادي تعيش واحد الشهر اللي من موراه يقدر ربي يغير بزاف د الحوايج. وحتى الحنين لرمضان ديال الطفوله، رمضان ديال العائله الكبيره، ديال الجو اللي كان مختلف. واش رمضان ديال اليوم هو نفس رمضان ديال زمان؟ شنو رايكم؟ كيف كانت العائله المغربيه كتعيش رمضان؟ وشنو تبدل اليوم؟ علاش بزاف ديال الناس كيقولوا عاود رمضان ديال بكري كان حسن؟ واش في نظركم بصح ولا حنا اللي تبدلنا؟ اليوم غادي نحاول نرجع معكم ذكريات رمضان المغربي الاصيل، ونشوفوا الفرق بين الماضي والحاضر، وكيفاش نقدروا نرجعوا هاد الروح لرمضان الحقيقي. زمان في رمضان كان عنده واحد النكهة خاصة اللي ما يمكنش تنسى. كان رمضان وقت ديال التآزر، ديال العائلة، ديال صلة الرحم، ديال التكبيرة، ديال الموائد اللي كتجمع الصغير والكبير، اللي مخاصم واللي مصالح. قبل المغرب الأم كانت عندها واحد الدور مهم، الأم والجدة والخالات والبنات كانت عندهم واحد الميزة خاصة. كانوا كاملين كيكونوا مجموعين في الكوزينة وكيوجدوا الحريرة، اللي تيوجد الحريرة، اللي تيوجد الشبكية، اللي تيدير البريوات، اللي كيدير الرغايف، اتاي. كان هذاك الشيء بسيط وما مكلفش، ما كانش فيه واحد النسمة أو واحد الريحة ديال الاستعراض ديال التباهي. والرجال والدراري الصغار كانوا كيمشيو للجامع قبل الفطور، كانوا كيقراو القرآن، وكانوا حتى كيساعدوا في توزيع ديال التمر والحليب. سبحان الله، كان ديك الروح ديال المعاونة. الأب كيخرج من الدار وكيدي معاه مثلا التمر بزاف، ويدي معاه الحليب بزاف، ويدي هادوك لي غوبلي الصغار أو الكيسان، وتيفرق معاه ولا الجيران، وشي كيعطي الجي، وشي تيقول لي تقبل الله الصيام وهي دايزة. كان واحد الجو زوين، واحد الجو بسيط، واحد الجو فيه بزاف ديال النية. والدراري الصغار كانوا كيبقاو يتسناو الأذان قدام الدار بكل حماس، بحال راهم صايمين النهار كامل. وهل اللي في الصغار تيكذب تيقول لك انا صمت النهار كامل، هو راه شرب الماء. هل اللي تيقول لك انا راه صمت نص النهار ونص النهار ديال البارح وغادي نخيطهم. هل اللي هو فرحان وتيجي عندك ويقول لك عمي راني صايم النهار كامل، او لا خالتي راني صايمه النهار كامل. كيتعلموا الصيام تدريجيا، وبيان سور كيشجعوهم العائله ديالهم. اما مور الفطور كانت هذيك الجلسات العائليه، الكويس ديال اتاي، نعم سيدي، وديك القهيوه والسفوف والبغرير والمسمن محطوط،
وبنادم جالس وكيهضروا على الذكريات وعلى القصص وكل شيء مرتاح، وهذاك الشيء ما كانش مكلف. كتلقى الناس جالسين غير على براد ديال اتاي وشويه ديال السفوف، شويه ديال بغرير، شويه ديال المسمن، وكل شيء ناشط وكل شيء فرحان. التراويح في الجوامع عامره، الناس مجموعين، وكاين اللي كيمشي هو وعائلته هو وولاده في واحد الجو روحاني. وما كانوش تليفونات، ما كانش السوشيال ميديا، الناس كانوا كيتواصلوا بواحد الطيبه، بواحد النيه زوينه، بواحد الصدق. واليوم واخا رمضان مازال عنده قيمته، ولكن راه الحياه تبدلات والواقع تبدل. مثلا ملي كنهضروا على المائده المغربيه ولات احيانا كتكون بوفي مغربي، ما عنده حتى شي علاقه بمائده، ولا هذاك الشيء مكلف، ولا كيحضروا بزاف ديال الاطباق، ولكن هذوك الاطباق كيتحضروا بلا فرحه بلا بساطه بلا حتى شي حاجه. ومن هذا المنبر بغيت نحل واحد القوس خاص لهذوك الناس اللي كيصوروا ويحطوا التصاور ديال المأكولات في السوشيال ميديا، حيت ولا كلشي كيبغي يصور الفطور في بلاصه ما يتجمع مع العائله. اتقوا الله في انفسكم وفي الناس اللي كتفرج فيكم. راه ربي الا نعم عليك انت بالفلوس وقدرتي تكون عندك واحد المائده فيها كاع انواع الاطباق، راه كاين اللي كيفطر بكاس ديال الحليب وثلاثه ديال التمرات. راه رمضان هو صيام، ماشي التباهي بالمأكولات، ماشي تحط كاع انواع المأكولات باش في النهايه تحطهم في الزبل. اعزكم الله، اتقوا الله في الناس واتقوا الله في الفقير اللي يديه ممدوده ولكن محدوده. ولا قدرتي تنعم على اخوك المسلم وتقاسم معاه فطورك، فأتكون دوزتي احسن رمضان في حياتك. وغادي نسد القوس ونزيد عليها ان بزاف ديال الناس ولاو كيصليو التراويح مثلا غير في الدار، ما بقاش عندهم هذاك الروح ديال انه يمشي للجامع ويتلاقى مع الجيران ويسلم على الجيران ويصلي معاهم. ولا تيقول لك واش غنمشي ندير انا في الجامع، جامع عامر، ونسى ان الصلاه في الجامع والتراويح عندها واحد الحسنات كبيره. الجيران ما بقيناش كنهضروا معاهم بحال زمان، ما بقاش هذاك الجو ديال التضامن في رمضان. مثلا كتكون شي مراه مثلا مسنه في الحي اللي انت ساكن فيه وما عندها حتى شي حد مثلا يفطرها، كتلقى كاع الناس مفارضين وجمعين ليها الفطور ودينوا ليها، واللي كيتسخر لها واللي كيجيب لها واللي كيدي لها، وكتسمع امي فلانه امي فلانه خالي فلان عمي فلان. هادشي ما بقاش، ولا كل واحد ساد في باب دارو وصافي وعايش حياته، راه صايم في النهار وواكل في الليل. بلا ما نهضروا هذاك واحد الجو تاني اللي ولا مع الاسف كيتعيش في رمضان، وهو السهرات في الليل ديال رمضان، اللي انا بصراحه كان نستغرب لهذا الامر وما بغيش ندخل فيه، لانه كيبقى هذا حريه شخصيه. انما عيب وعار انه يكون شهر عباده بالنهار وشهر قصاره في الليل. خليو رمضان عنده قيمته، ما تضيعوش قيمته. يكفي انه قيمة بزاف ديال الحوايج تبدلات في هذا الزمان. هاد التغيرات اللي كتعطينا واحد السؤال، واش حنا اللي تبدلنا ولا الزمان اللي هو تبدل؟ رمضان ما كانش غير صيام واكل، راه كان اخلاق، كان تواصل، كان احترام، كان دفء عائلي، كانت واحد العلاقة إلهية كتحس بها في رمضان. وباش نرجعوا لهذا الروح خاصنا نحاولوا نغيروا بزاف ديال العادات فينا، ما بينها نجلسوا مع عائلاتنا ونخليو الادوار تقسم في التحضيرات، ونربيو الدراري الصغار والوليدات الصغار على الصيام بحب ماشي بالضغط والقوه. نربيهم على ان هذا هو شهر، هو احسن شهر في السنه، هو شهر اللي زوين، هو شهر اللي كيقربنا من الله اكثر واكثر. ونحيدوا من التبذير والافراط في الاكل. رمضان راه ماشي مسابقه ما بين العائلات شكون حط اكثر من شكون، وماشي مسابقة ديال التباهي، هي فرصة اللي نعيشوا فيها البساطة ونركزوا على الروحانيات، ونركزوا على العلاقة ديالنا مع الأهل ومع الله، ونبعدوا على كل حاجة عندها علاقة بس بالشكليات، جلالب ومأكولات وسهرات وحفلات وعزائم. خليوا رمضان يدوز بالبساطة وبالمحبة وبالرحمة وباللطف، لأنه الهدف منه هو العبادة
ثم العبادة. ونقلل كذلك من الهواتف والسوشيال ميديا، نحاول نعيشوا اللحظة، نهضروا مع عائلاتنا، نتواصلوا مع الجيران، نقربوا من الناس، نشوفوا الضعيف، نشوفوا الفقير، نشوفوا هذاك الإنسان اللي لا حول له ولا قوة، نعرضوا على ناس يمكن يتقاسموا معنا الفطور إلا ما كانش في حالهم، ونرجعوا المساجد، ونفرحوا بالعبادات الجماعية، نحيوا صلاة التراويح، ونربيوا ولادنا على حب العبادة. من هنا بغيت نقول لكم أن رمضان ديال زمان كان مختلف، وأنا متأكدة أن أغلبية الناس غيتفقوا معايا، ولكن راه يمكن نرجعوا ليه، يمكن نرجعوا نعيشوا نفس الروح إلا بغينا، حيت السر ماشي في الزمان، السر راه فينا في القلب ديالنا. خاصنا نحاولوا نرجعوا لهذا الجوهر، لهذا الشهر بهذه الطريقة، نعيشوا ببساطة وبقلب صافي. نتمنى تكون هذه الحلقة وصلت لكم، وتكون دارت لكم واحد الرجوع بسيط للذكريات الزوينة لرمضان المغربي الأصيل. إذا وصلتوا معايا لهذا الجزء من الفيديو فنقول لكم كنتمنى هذه الحلقة تكون خفيفة على قلبكم. تهلاو في راسكم، انتظروني في الحلقة الجاية إن شاء الله. الله يسخر الجميع.